انا ما كدبتش عليكم لما قلت لكم اليومين دول هتلاقينا محتلين المطبخ بتاع حماتي. طبعا انا اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ قولوا لي. يلا هو ده ايه اللي هيتعمل. تعالوا كده بس قبل ما نبدا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الهنا، صباح السعاده، وصباح الجمال، وصباح الطاقه الايجابيه على عيونكم يا احلى واجمل اخوات. لايك وشير وسبسكرايب للقناه. يا رب كده ايه الفيديو عجبكم، يكون خفيف ولذيذ ويكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. بدايه كده هنعمل الاكله اللي ما بيختلفش عليها اتنين بكل تفاصيلها، وانا بتحدى بيها اي مطعم هيشوفني دلوقتي. طبعا ربنا يحسب ما بين ايديهم وربنا يرزقهم، ده رزقهم. انا مش بقول اوعوا تشتروه من بره، بس احنا ممكن نعمله في البيت زي بره بالظبط. زي بره، مش عايزه اقول برضو احسن من بره. خليني ساكته، خليني ساكته عشان انا هقول دلوقتي كلام. تعالوا كده، عملت ايه؟ معلقه دقيق، معلقه نشا، ورشه ملح. وامسكي البصل بتاعك كده، دلكيه في قلب البصل، وما تخليش بصلايه ما يروحش فيها الخلطه اللي قلت لك عليها دي. زيت غزير بقى معانا كده، ما يكونش سخن قوي، عايزاه سخن بس هوطي النار عليه، بس مش سخن قوي. وهبدا انزل بالبصل بتاعي، النار متوسطه عشان البصل بتاعي يستوي كده ويبقى مقرمش. انتوا طبعا كده عرفتوا احنا هنعمل ايه. هنعمل الكشري. طبعا انا ولادي بصوا كان عيد بالنسبه لهم ان انا هعمل كشري. انا دايما اقول لهم الكشري ايه؟ الكشري ده انا باكله من هنا وكمان شويه ببقى عايزه اكل، انا لازم اكل عيش يا جماعه فاقول لهم كده. فلا كانوا مبسوطين جدا ان احنا عملنا كشري. فيلا بقى نشوف هنعمل ايه، وهنعمله بكل تفاصيله. مش عايزه اقول لك، وكمان مش هو بص احنا هنختصر ان احنا نعمله كامل، بس هنقلل المواعين شويه. مش هقول لك بمواعين بسيطه عشان دي مش هتحصل، لكن هنقلل ايه الموضوع على نفسنا شويه. تمام. البصل بتاعنا اول حاجه، اول خطوه عملناها هي البصل، لاني هستخدم الزيت بتاعه في جميع الوصفات اللي بعده. تمام كده زي الفل. يلا بينا. عندي جنى بقى يا جماعه مش بتاكل، يعني ايه، ضعيفه قوي في اكلتها. فالحاجات البسيطه دي اللي هو الكشري مش عارفه ايه الجو الهادي ده بتعشقه. مش قادره اقول لكم كنت مبسوطه ان هي كلته والحمد لله. انا خدت كده البصل بتاعي على مرتين، ما نزلتش بيه كله عشان الطاسه بتاعتي ما تهداش معايا، فطبعا يشرب الزيت ويرجع يبدا ان هو يرد معايا ويبقى طري زي الفل كده زي الفل. هقربهولك دلوقتي واوريكي شكله، بيقولك قد ايه هو مقرمش جدا جدا. عايزه تستبعدي النشا وتحطي دي بس اوكي، عايزه تبقي تحطي النشا وبلاش بلاش دي برضو عادي، بس الاتنين مع بعض والله بيخلولك كده ايه الجو مية مية. الجو يعني قصدي يعني ايه اللي يبقى مقرمش كده وما يضطرش. معايا بقى كبشه من الزيت اللي انتوا شفتوه اللي احنا عملنا فيه البصل، ومعايا اصغر بصلايه عندك في المطبخ. هاتيها وابداي كده ان انت قطعيها حتت صغيره ما تبانش في الصلصه، وهديها تشويحه بس كده. حبيبي يا رسول الله. حطيتوا لايك ولا لسه؟ طب انت مش مشتركه، اشتركتي معانا ولا لسه برضو؟ طب ما تنسيش ان انت تكتبي لي كلمه حلوه منك وتقولي لي بتتابعيني منين. نزلت بقى بمعلقه توم كده كبيره، وهبدا ان انا اقلب الموضوع ده بس يصفر معايا كده، ما ياخدش لون، ما يحرقش معايا عشان ما يمررش كده زي الفل. نزلت على فكره الدخان اللي شايفينه ده، انا نزلت كده بمعلقتين كبار من الخل. يلا بينا. نزلت بالصلصه بتاعتي طبعا ضرباها ومش مكتره الميه فيها، تمام، يعني مخليه الطماطم اكتر من الميه يعني ما تخففيهاش قوي. السكر بتاعي عشان طبعا نعادل الحموضه بتاعتها. فلفل اسود وملح، وفي كمان مكونين هنحطهم مع بعض بس مش دلوقتي، لما نكون خلاص هنطفي عليها، لان يعني انا هقولهم لك دلوقتي عشان هم مش هيجوا اصلا. يعني لما تكون خلاص هطفي عليها هحط لها انا معلقه، نص معلقه صغيره كده من اللهم صل على سيدنا محمد. هحط نص معلقه من اسمه ايه يا جماعه، اسمه ايه؟ مامتي هتزعق لي دلوقتي ان انا اتلخبطت في الفيديو، بتتضايق جدا، يعني مش عارفه ان لازم ان احنا بنتلخبط عادي يعني. كمون يا جماعه، افتكرت، اللهم ذكرني كده، افتكرت الحمد لله. وحطيت وانا خلاص كده هنزل، انا دلوقتي حطيت الكمون ومعلقه جوز الطيب صغيره صغيره، نص معلقه ونص معلقه مش معلقه. هنا طبعا حطيت برده من الزيت بتاعي، وحمرت معايا الشعريه زي ما انتم شايفين، ونزلت بكوبايه الرز كله في حله واحده. احنا هنختصر الموضوع تماما، يعني برضو اثرنا على نفسنا شويه. معايا
العدس ده مرنخاه من شويه، هنحطه في شويه ميه سخنين بيغلوا، ما سلقتهوش ولا اي حاجه، انا سبته كده سبته شويه في قلب الميه لحد كده ما عملت كل الخطوات اللي قدامكم. على فكره أنا الفيديو ماشي زي ما انا كنت ماشيه بالظبط، لا مقدمه حاجه ولا مأخره حاجه زي ما قلت لكم. وهبدا ان انا ازيد بقى كل الكلام ده، يا دوبك هغطي مستوى كده الحاجات دي. بصوا كاني بزيد رز عادي، بس طبعا هتكتري شويه كمان عشان ايه، يعني سنه صغيره كمان. هنا بحط الملح بتاعه وهحط له شويه ميه كمان. ايه ده، كمون بقى، حطيت ملح، حطيت كمون، حطيت كزبره وبس كده، ورشه صغيره من الفلفل الاسود. فلفل اسود، كمون، كزبره، ملح فقط لا غير. بصوا عماله برمي والف ارمي، طب ما انا احط كل مره واحده. ادوق بقى هنا الحياه بتاعي الاقيه تمام زي الفل كده، حلوه. غطيته وهبدا ان انا اوطي عليه بقى النار لما يجري زيه زي الرز العادي خالص. هنا الصلصه خلاص كانت كده بقت مية مية. حطيت بقى الميه بتاعتي اللي انا هسلق فيها المكرونه. وما بحط زيت في الميه يا جماعه، انا بحط ملح وبس وبس وبس. يلا بقى نعمل التحابيش بتاعتنا بقى، والجو اللي بنشوفه بره ايه اللي حصل. دي شاف حاجه تمام. الميه بتاعتي غلت كده، نزلت بالمكرونه الرفيعه جدا اللي هي بتاعه التحمير، هي دي بتاعه الكشري يا جماعه الاصل. ونزلت بالاسباجيتا، يبقى المكرونه الرفيعه دي وكمان اسباجيتا فقط لا غير. يعني انا هحط كيس اسباجيتا وهحط كيس ونص من المكرونه التانية. طبعا كنا موجودين كلنا، وكان ولاد سيلفي كمان موجودين معانا، فيعني عملت كده كتير شويه عشان يعني الاطفال بيحب الحاجات دي. عايزه اقول لكم ان احنا كلنا، وبعد شويه بقى كده الاطفال الصغيره دي بقى انتوا فاهمينها بقى، وفاض منهم تاني شويه كمان. اول ما صحيوا كانوا بيتخانقوا عليهم والله عشان يفطروا بيهم. الميه بتاعتي هنا غلت، نزلت بمعلقه كبيره، يعني معايا 6 فصوص كده من الثوم، ومعايا قرن فلفل رومي، وقرن كده من اللي هو الحراق شويه ده عشان يدي طعم بس كده. خلاص هيبداوا يغلوا مع بعض كده. احنا بنعمل التحابيش بتاعتنا دي الدقه تمام. غلت كده، نزلت بقد 4 ليمونات عصرهم طبعا عشان بس الوقت وكده، كنت مستعجله فوانا واقفه رحت عصرتهم في طبق كده. وبدات ان انا كمان انزل بشويه خل، وحطيت برضو كمون، كزبره وبس كده، فلفل اسود بس سنه صغيره خالص يعني. يلا اركن على جنب. يا خبر ابيض على الروايح. انا هنا بقى اللي هيحصل لي يعني ما حصلش لحد، مش قادره اقول لكم. الشطه خلتني يعني انهارت والله. حطيت معلقه ما استكفتش بكده، فرحت جايبه معلقه تانية. ففي الحته دي بقى قال لي خدي بقى لو انت جدعه كملي. يلا الحمد لله. هنزل كمان بمعلقه من البابريكا، وبعد كده خلاص هو تقلبتين كده، ونزلت بكبشه من الصلصه اللي احنا عاملينها وخلاص. هو طبيعي جدا الشطه بيبقى عليها اقدام كده من فوق شويه، ونزلت بحبه ميه عشان تبقى خفيفه شويه يعني زي الفل. جنة بنتي شويه سالتني سؤال كده غريب، وانا بقول لكم اسيب الصلصه بتاعتي تتسبك، فعماله بتشاور لي بالراحه كده. تتسبك ازاي؟ تتسبك يعني ايه تتسبك يا ماما؟ يعني ايه انت بتقولي كده ازاي يعني؟ يعني تتسبك دي دايما بقولها برضه عشان لو بنوته صغيره بتتفرج عليها زي جنة كده وسالتني السؤال ده، يعني بنوطي عليها لحد ما الايدين بتاعها بيفصل عنها خالص ويبقى على الوش يا جنة. انا رديت عليكي، هي عماله بتشاور لي قاعده جنبي يعني، انتوا فاهميني. فانا رديت بقى كده عشان لو في بنوتات صغيرين زي كده ويسالوا يعني ايه تتسبك دي يبقوا فاهمين، لكن احنا الكبار عارفين يعني ايه تتسبك. صفيت شويه طبعا من الزيت اللي احنا عارفينه ده. والمكرونه بتاعتي لما بصفيها مش بحط عليها زيت بره وبقلبها، انا بجيب شويه زيت من بتوع البصل كده وابدا ان انا اقلبها تقلبتين على النار وخلاص كده. الموضوع سهل خالص. وعملت الحمص، عايزه اقول لكم ان انا ما عملتوش قدامكم، بس انا ممكن اقول لكم الحمص اتعمل ازاي. انا سبته شويه كده في ميه، وبعد كده سبته على النار، حطيت قرن فلفل، فص ثوم،
حطيت له بقى مكعب مرقه، وكمان حطيت له بهاراته الحلوه، وده كان شكل الكشري. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. طول ما احنا موجودين هنا عند حماتي هتشوفوا بقى ايه كشري مش عارفه ايه، دي الدقه وده الحمص، وانا حاطه الصلصه على الكشري، وعيش كمان التوست اهو عاملينه في البيت. لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. اسيبكم في رعايه الله.